الفيديو ده للرجال. لو انت دايما بتحس ان في صعوبة في التفاهم مع البنت اللي انت مرتبط بيها، او مهما عملت لها انت حاسس انها مش مبسوطة، ممكن اقول لك احد اسباب ان في 5 لغات للحب. يعني ممكن انت تكون البنت اللي انت مرتبط بيها تكون بتحب قوي لغة الحب والتعبير، بس انت لغتك هي ان انت بتعمل خدمات. انا وديتك، جبتك، صلحت لك العربية، ودي طبعا حاجات جميلة وتحفة جدا. بس هي الفكرة ان كل الحاجات الحلوة اللي انت عملتها دي هي ستيل مستنية ان انت تقول لها كلام حلو وتعبر لها عن حبك. لو انت ما عملتش ده، هي بالنسبة لها ان انت ما بتحبهاش او ما بتعبرلهاش عن حبك، فرغم ان انت بتروح وبتعمل لها حاجات تانية هي ستيل مستنية الحاجة دي. فلازم اول حاجة عشان اعرف اكومينيكيت مع الشخص اللي انا مرتبطة بيه اعرف ايه هي لغات الحب. احنا مش هنحب الناس على مزاجنا، يعني ما ينفعش تبقى هي واحدة بتحب لغة الهدية وانت حاجة زي الهدية بتشوف انها حاجة تافهة، وبيجي عيد ميلادها تجيب لها اي هديه وخلاص، تجيب لها حتى حاجه هي اصلا ما بتستخدمهاش ولا عمرها ادت كومنت عليها، لان ده بالنسبه لها هي هتفهمه على انك غير مهتم بيها وما تعبتش حتى نفسك تفكر ان هي بتحب ايه او ما بتحبش ايه، وعلشان كده جبت لها حاجه وخلاص. فمهم جدا اعرف ايه لغه الحب اللي قدامي بيفهمها وابدا اكلمه بيها. ما اروحش انا بقى اعمل حاجه مختلفه وعايز في الاخر ان هي تقدر الحاجه اللي انا عملتها لها. لا، هي مش هتقدرها، وانت كده بتهدر وقتك وطاقتك، وهي كمان هتفهم ان انت مش بتحبها. لو انت فعلا عايز علاقتكم تنجح لازم تفهم ان الست مختلفه عن الراجل، ولازم تفهم ايه اللغه اللي هي بتكلمها بيها وابدا اكلمه بيها.